السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول فيديو ليا في هذه القناة. أنا الاسم ديالي إسماعيل، طالب مغربي في ماليزيا. هذا الفيديو عبارة على فيديو تعريفي غادي نقدم فيه نفسي، وغادي نقدم يعني نوع المحتوى اللي غيكون إن شاء الله في هذه القناة. بديت في واحد القرية بسيطة من عائلة متواضعة، تلقيت التعليم ديالي الابتدائي في هذه القرية، ومن بعد بفضل الله عز وجل ثم انتقلنا للمدينه باش نكمل التعليم الاعدادي والثانوي ديالي. الحمد لله ديما من الاوائل ديال القسم، رغم ان الظروف ما كانتش مثاليه، لكن كان عندي مبدا واحد، ان الاجتهاد ثم العزيمه هما كل شيء في هذه الحياه باش توصل لاي حاجه. الحلم عندي بدا تيكبر كل مره شويه بشويه، حتى وليت كنفكر في الدراسه في الخارج. صراحه اصعب قرار تقدر تفكر فيه ولا تقدر تاخذه هو الدراسه على الخارج. علاش؟ غادي تلقى بزاف ديال المشاكل في طريقك والصعوبات، وغتلقى حتى مشاكل في التوجه، يعني الدوله اللي غتختار. كلشي هادشي خدمني تقريبا من 5 ايام وانا كنبحث على شي دوله فين غادي نقدر نكمل الدراسه ديالي. بحثت في اكثر من 10 دول، من بينها دول في اوروبا، في امريكا، وفي دول في اسيا. وفي الاخير اختاريت ماليزيا لانها دوله اول حاجه مسلمه وكتقدر التعليم، واللغه الانجليزيه هي اللغه السائده فيها، يعني ما كتحتاج تعلم شي لغه اخرى، وفيها بزاف ديال الفرص. ومن هنا جات الفكره ديال هذه القناه، ماشي فقط لتوثيق الرحله ديالي، ولكن باش نعطيكم كاع المعلومات اللي عندي واللي اكتسبتها خلال هذه الرحله ديالي من المغرب لهنا هنا لماليزيا. وغادي نشارك معكم غادي نبدا باول حاجه، هي غنقدم معلومات للناس اللي مقبلين على اجتياز الامتحانات الاجهاديه، ومن بعد غادي ندير فلوغات هنا في ماليزيا، بحكم ان بزاف ديال المغاربه ما كيعرفوش هاد الدوله. اكتشفت ان بزاف ما كيعرفش ماليزيا. ملي كنت غادي نجي هنا بزاف كنقول لي غادي لماليزيا، كيقول لي ويلي فين جات هاد ماليزيا، ولا ما عارف عليها حتى حاجه، بحكم ما كاينش مغاربه اللي كيديروا صناعه المحتوى هنايا، وبخصوص في الطلاب. ما عرفتش علاش، ولكن لان العدد ديال المغاربه هنا قليل بزاف. بحال انا الجامعه ديالي احنا كاينين 5 المغاربه، جامعه اللي فيها تقريبا اكثر من 5000 طالب فيها 5 المغاربه. هادشي علاش ما كاين محتوى مغربي. وواجهت انا صعوبه كبيره في الاول، ما كنلقاش المعلومه من شخص مغربي. يعني ملي كتكون تتبحث ديما كتمشي تكتب يعني شي شخص مغربي في شي دوله، ولكن ما كتلقاش المغاربه. يعني كنت كنلتجئ دائما للاجانب باش ناخذ معلومات، ولكن كنت مقتنع بها. والحمد لله هاد القناه غادي تعرفوا معايا كيفاش خديت القرار ديالي حتى جيت هنا، وغادي نوريكم كيفاش كنت نبحث، وحتى يعني الشك اللي كان كيجيني يعني في البحث، وحتى لاخر لحظات يعني كيبقى يجيك واحد الشك، واش هاد الدوله مزيانه ولا ماشي مزيانه. يعني حيت هاد الخطوه اللي كتاخذ يعني خطوه مصيريه تتكلفك بزاف ديال الحوايج، الوقت والفلوس. شنو هو الهدف ديالي من هاد القناه؟ انا الهدف ديالي بسيط، هو نكون واحد المجموعه اللي تكون عندها نفس الافكار ديالي وكتطمح يعني للتقدم، ويعني وتساعد بعضها. ماشي مهم العدد، 10 الناس مآمنين بالافكار ديالهم وعندهم نفس الطموح احسن من 1000 واحد متابعك وما عارفش لاش تابعك. هذه هي النقطه الاولى. ثاني حاجه هي نقدم معلومات يعني للجيل الصاعد اللي كيفكر في الدراسه في الخارج، ونقصوا من واحد الظاهره وليت كنلاحظها بزاف ديال الاستغلاليه. بزاف ديال صناع المحتوى ما كيوريوكش طريقه كيفاش تمشي للخارج، وانما كيقولوا لا ليزون مع شي اجونس باش هما ياخذوا الكوميسيون ديالهم ولا واحد النسبه ديال الارباح. ولكن هادشي كيجيني انا استغلال. علاش؟ حيت في هذه المرحله كتكون يعني خاصك اللي يعاونك، وعاوتاني يكون يعني ماشي يستغلك ماديا. حيت انا في الاول كنت كنتواصل مع دي زاجونس يقول لي 5000 درهم فقط للتسجيل. تخيل معايا 5000 درهم وانت تابعك الفيزا، تابعك الطياره، تابعك الجامعه، تابعك يعني السكن، وهما كيقولوا لك 5000 درهم. يعني هذا هو استغلال بعينيه. وهذا الشيء علاش قررنا يعني نعطيك المعلومات. ولكن في الاول غادي ندير فيديوهات متخصصين اصحاب السيزيام ولا باك. علاش؟ حيت هذا الشهر هو اللي الناس محتاجين فيه الدعم، دعم نفسي وطريقه يعني تحضير لهذا الامتحان، والاخطاء اللي درت ما نبغيش
شي واحد يديرهم. وغادي نشارك معكم يعني غادي نشارك معكم يعني كاع الاخطاء اللي درت في الباك والسيزيام ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. الا بغيتي تكون واحد منا ما عليك الا تخلي فولو وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. الا كان عندك اي استفسار على الدراسه في الخارج ولا شي معلومه على شي دوله، ما عليك الا تدخل الانستغرام ديالي وصيفط لي في الخاص وغادي نجاوبك. وتحت شعار رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة ودمتم متألقين. كان معكم إسماعيل فايبس.